بعد اسبوعين تبتدي، يعني من اسبوعين لما اكتر، اول ما يجي لك الورق بتاعك كله وكل حاجه معاك بعيد عن الجنين يعني، ابتدي شوف موضوع كريدت كارد. هتلاقيني برضو متكلم عن الكريدت سكور والكريدت كارد وازاي البنوك تحبك. هتلاقيني برضو كاتب يعني عامل فيديو عن الموضوع ده. خلاص. بعد كده بعد الكريدت كارد هتبتدي تعمل الرخصه هنا مهمه. حاول وانت جاي من مصر تجيب الرخصه المصريه، علشان بتخليك تعدي من هنا من حاجه اسمها بيرميت. البيرميت ده المفروض ان انت اول ما بتيجي هنا لو ما معكش رخصه من بلد ثانيه بيبتدوا يخلوك ان انت تطلع البيرميت الاول. البيرميت ده ان انت ما تسوقش، يعني يبقى معاك رخصه ان انت ما تسوقش العربيه. انت مش هتقدر تسوق العربيه الا لما يكون في حد معاك في العربيه بيعرف يسوق معاه رخصه. فده لو معاك رخصه من اي بلد تانية خلاص انت كده هتطلع تسوق مع حد. هو عشان يطلع معاك يعرف انت بتسوق ولا لا لازم يبقى معاك الرخصه من مصر او من اي بلد تاني. فهات الرخصه العاديه، مش محتاج الانترناشونال، طلع العاديه خالص وخليها معاك وهاتها، ودي ضروري تيجي بيها. خلاص ابتديت قدمت على الرخصه وخلاص. والرخصه قدم عليها بسرعه، امتحن، ذاكر الرخصه برده وانت من مصر. ما تجيش هنا وتبتدي يعني تحتاس، لان انت هنا اليوم بيعد عليك بالدولار وبيبقى صعب. فانت من مصر كل حاجه هتبقى سهله. خلاص تمام. واول ما تيجي اهتم باللغه، لو انت اللغه بتاعتك مش مظبوطه من مصر ابتدي ظبط حالك. واول ما تيجي هنا ابتدي شوف ايه المكتبات العامه، ايه الاماكن اللي بتدي كورسات. في الجوامع والكنائس برضو ساعات بيقدموا كورسات. ابتدي يعني شوف الموضوع، ابتدي دور ايه اقرب مكان وابتدي اتعامل فيه. خلاص. وطبعا ظبط اللغه.